السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم بسوي معاكم ترفل المانجا. ما شاء الله تبارك الله، بارد ويسرسح. تخيلوا ان هذا الجمال كله بأربع مكونات. ويلا نشوف الطريقة. اول شي هنا عندي بالصينية قطعت مانجا صغار ونزلتهم كطبقة اولى، والطبقة الثانية قشطة جيمر حطيتها طبعا كاملة، وكمان حطيت ظرف دريم ويب. طبعا أنا أبغى حلاها يكون عادي، يعني حلا طبيعي. إذا أنتم تبغون حلا يعني يكون حالي شوي، حطوا ملعقتين 3 ملاعق من النستلة. طبعا حركتها مع بعض وكذا صارت جاهزة. طبعا أحطها فوق المانجا، شوفوا كيف ما شاء الله القوام يجنن. وطبعا حتى كمان إنه ما يبغى له وقت في الثلاجة، لأن أصلا الخلطة مرة متماسكة. طبعا وحطيت فوق بسكوت شاي، هذا طحنته خشن ونزلته كطبقة أخيرة. طبعا حطيت لمدة ساعة، يعني أقل شيء ساعة. وطبعا كذا صار جاهز بعد ساعة. تبارك الرحمن، بارد ما شاء الله تبارك الرحمن، وبالعافية علينا وعليكم.